العالميه دي دلوقتي طالعين بقى عايزين بقى يهدموا في ثوابت السنه، يشككوا المسلمين فين؟ في السنه. انا مش عايز اطول بس الموضوع فعلا خطير. دلوقتي الاب والام يصرفوا اموال كتير جدا، ممكن يدفع في الدرس الواحد لو في الثانويه 100 جنيه حصه مراجعه، وممكن اكتر. احنا عندنا بتوصل 150 جنيه. يجي عند الشيخ اللي هيفضل طول الشهر يديله تحفيظ قران وعلوم شرعيه وشغالين بقى معاه، يقول له 100 جنيه في الشهر. ليه يا عم الشيخ؟ كتير 100 جنيه 60 وبيستكتروها. انا عندي في القاهره عامل الضرب 70. ليه؟ دي ازازه الزيت بقت ب 90 جنيه. ازازه الزيت بتخلص في يومين ثلاثه. شيخ هيربي لك ابنك، يعلموا لك القرآن، يعلموا لك ثوابت الإسلام، يعلموا لك البر الوالدين، هيعلموا لك الأخلاقيات الإسلامية، واستكثر فيه 60 ولا 100 ولا 200. يا جماعة عايزين نخلي بالنا، عايزين ننشئ جيل بيحمل كتاب الله، يحمل هم الأمة والسنة. لو احنا ما اهتمناش والله هنضيع. وناس كتير وقعت، ناس كتير ضاعت، ناس كتير انحرفت عن المنهج. فنخلي بالنا القرآن هو منهج حياة، هو ده الكتالوج بتاعنا، القرآن والسنة. بدون قرآن وبدون سنة خلاص العبد ضاع. فنخلي بالنا الله يكرمكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم ايه؟ القرآن وايه؟ وعلمه. عمركم شفت حديث النبي بيقول خيركم من تعلم الغناء؟ حد سمع حديث قبل كده؟ في حديث بيقول خيركم من تعلم الغناء؟ يبقى القرآن ولا الغناء؟ عايزين ايه اللي يحشر معانا في القبر؟ القرآن ام الغناء؟ طيب في القبر الانسان هيتسأل على ايه؟ هيقول له اعرب لي الجملة دي. في القبر الملكين هيقولوا له اعرب لنا الجملة دي. طب حل لنا المسألة الرياضية دي. طب المسألة اللي في الفيزياء ولا المعادلة اللي في الكيمياء دي قولها لنا. طب هيتسأل عن ايه؟ عن العقيدة. الملك هيقول له من ربك؟ مين ربك؟ طب لو واحد بقى مشغول في الدنيا وما يعرفش حاجة عن الملك هيعرف يرد؟ طب وما دينك؟ طب لو هو كان بعيد عن القرآن هيعرف يجاوب؟ طيب السؤال الثالث: ومن الرجل الذي بعث فيك؟ يعني سيدنا مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طب لو هو كان بعيد عن السنة ولا بيحب السنة وما هيعرف يقول نبي محمد صدقة؟ يبقى أنا دلوقتي الأسئلة اللي في القبر عقيدة. لو أنا ما علمتش أولادي وما علمتش بناتي العقيدة مش هيعرفوا يجاوبوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته. يبقى يوم القيامة كده ممكن ابنك يتعلق في رقبتك ويقول لي للملك: يا رب هذا الرجل ظلمني، خذ حقي منه، خذ لي حقي يا رب، ده الراجل ده ظلمني. ليه؟ لأنه ما علمنيش عنك يا رب. الراجل ده ما علمنيش من هو الله، ولا حفظني القرآن، ولا سعى انه يعلمني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى انت هتسأل امام الله زي ما الشيخ عبد الرحيم قال: يا اما حافظت على الامانة يا اما ضيعت الامانة. فالخلي